تخيل تقضي عمرك كله بتجري ورا حلم واحد بس، تتعب، تضحي، تشقى، وتستحمل سنين من الضغط عشان توصل للحظة معينة، لحظة واحدة بس تقول فيها أنا وصلت. بس لما اللحظة دي بتيجي بتكتشف إن حلمك كان سراب. الإحساس ده ما كانش مجرد إحباط، ده كفيل إنه يكسر إنسان ويحوله لوحش. طبعا أنت مستغرب دلوقتي، ده فيلم كرتون، ولكن أنت نسيت حاجة مهمة. 90% من الأفلام والمسلسلات بتبقى وراها فلسفة، طبعا ما عدا مسلسلات رمضان يعني. لما قعدت أفكر في فلسفة فيلم زي ده لقيت تشابه كبير ما بين قصة بو تاي لونج وبين قصة آدم وإبليس. أنت دلوقتي زمانك نزل في الكومنتات تكتب إني كافر أو ملحد والكلام ده من غير ما تشغل عقلك معايا أصلا. عشان أثبت كلامي تعال الأول نحكي قصة الفيلم بشكل سريع ومبسط. تاي لونج كان طفل يتيم، شيفو لقاه على باب قاعة التدريب، أخده ورباه وبقى قريب جدا ليه بسبب إن هو كان مجتهد. تاي لونج كان أفضل تلاميذ شيفو وكان أكثرهم اجتهادا وجد، عشان كان عنده حلم واحد بس. الحلم ده كان متربي عليه من وهو لسه صغير، حلم إن هو يكون التنين المقاتل. فقضى حياته كلها عشان يوصل للحلم ده، وما استناش الحلم هو اللي يجيله، بل هو اجتهد وتعب وشقي عشان يوصل له. لكن في الأخير لما وصل لليوم اللي المفروض فيه ياخد نتيجة تعبه ده لقى إن هو مش المختار. طب إزاي وأنا عملت كل حاجة عشان أوصل لهنا؟ إزاي وأنا كرست حياتي كلها للحلم ده؟ تاي لونج بنى حياته كلها على هدف، لما ما وصلوش قرر إن هو يتخلى عن كل مبادئه. وقتها هو دمر كل حاجة، هاجم القرية وقتل في الناس، وراح المعبد عشان ياخد المخطوطة غصب عن شيفو وعن أوجواي. شيفو ما قدرش إن هو يتصدى لتاي لونج. تاي لونج كان ابنه، هو اللي دربه على الحلم ده، ما قدرش إن هو يقف قصاده. ولكن أوجواي قدر وهزمه، ولكنه ما قتلهوش، هو حبسه. وتاي لونج قعد سنين كتير محبوس، سنين كتير كان كل اللي في دماغه إن هو يخرج من حبسه في يوم من الأيام وينتقم من شيفو ومن أوجواي، ينتقم من الناس اللي سلبوا منه حلمه. على الجنب التاني بو كان مجرد شخص تم اختياره بالنسبة للناس كلها، اختياره تم بناء على الصدفة. ولكن أوجواي شاف فيه حاجة محدش غيره شافها، نفس الحاجة دي اللي خليته ما يقبلش إن تاي لونج يكون التنين المقاتل، نقاء القلب. أوجواي لما اختار بو كل اللي حواليه كانوا مستغربين إزاي يختار شخص زي ده، ولكن أوجواي كان عارف اللي هم ما يعرفوهوش. والعكس تاي لونج، بو ما استسلمش، بل هو اجتهد واشتغل على نفسه لحد لما وصل إنه يبقى يستحق المكانة اللي وصل ليها. أوجواي كان صح في النهاية، لأنه كان شايف ما وراء كل شخصية فيهم، والحقيقة إن ما كانش فيه سر في التنين المقاتل. السر كان في الشخص اللي صدق في نفسه وجرى ورا حلمه قصاد العالم كله لما كان ضده. المخطوطة اللي كان بيجي وراها تاي لونج كانت فاضية، لأن المعنى كان جواهم. تاي لونج لو كان أخذ المخطوطة وشايف إنها فاضية كان عمل نفس اللي عمله من تاني. ولكن بو لما أخدها فهم إن السر مش جوه المخطوطة، السر جواه. وفي النهاية لما تاي لونج اتحرر محدش قدر يقف قدامه غير بو، لأنه كان هو المختار الحقيقي. هتقولي طب إيه اللي جاب ده كله لقصة آدم وإبليس؟ في ناس من اللي سمعوا دلوقتي قدروا يربطوا القصتين ببعض، وفي ناس لسه مش واصلة ليهم الفكرة، فتعال نفصص الفكرة مع بعض. إبليس ما كانش من الملائكة، إبليس كان من الجن، ولكنه أسر من الملائكة وهو صغير وصعد معهم للسماء، وكان أكثرهم تعبد لله. يعني إبليس كان وسط الملائكة اللي ربنا خلقهم مش بيعملوا حاجة غير إن هم يعبدوا الله، كان أكثرهم تقوى وعبادة، لدرجة إنه كان على مرتبة أعلى منهم. ولكن قلبه ما كانش نقي، قلبه كان فيه كبر. لما ربنا خلق آدم الملائكة استغربت، ولكن ربنا قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. ربنا كان عارف ما في قلب آدم وما في قلب إبليس. ولما ربنا أمر إبليس والملائكة إن هم يسجدوا لآدم كلهم سجدوا، عشان هم عارفين إن الله مستحيل يكون على خطأ، حتى لو هم مش فاهمين أسبابه، ولكن هم مؤمنين بحكمته. ولكن إبليس أبى، استكبر. ازاي انا اسجد لآدم؟ انا احسن منه، هو مخلوق ضعيف من طين، انا احسن واقوى، انا مخلوق من نار، ما ينفعش اتقارن بكائن زي ده، انا في مكانة اعلى منه. ولما ربنا غضب عليه هو ما فكرش ان هو يتوب لله ويستغفره، ولكنه فضل على تكبره وطلب من ربنا ان هو يطول في عمره عشان يغوي آدم وجنسه كلهم. آدم على الجنب التاني غلط برضه لما ربنا أمره هو وزوجه ان هو يعيش في الجنة،
ياكلوا من ثمراتها كلها ما عدا شجرة واحدة ما يقربوهاش. ولكن آدم وحواء أكلوا من الشجرة. بس هنا بيقع الاختلاف. آدم ما عملش زي إبليس. آدم تاب لربنا، إنما إبليس قرر إن هو يكمل في تكبره. وده كان الفرق بين الاتنين. سيدنا آدم عليه السلام وبنيه خطائين توابين. إبليس كان خطاء أواب يأبى أن يتوب. تاي لونج كان زي إبليس اللي شاف إنه أحق حد يكون التنين المقاتل، ولما اترفض أبى واستكبر. ولما كان في السجن ما كانش هدفه إن هو يتوب عن ذنبه، ولكن كان هدفه إن هو ينتقم من أوجواي. أوجواي بقى كان استغفر الله العظيم، يعني انت فاهم هو كان التصوير لإيه. أوجواي شاف في قلب تاي لونج الكبر، وكان شايف في قلب أبوه النقاء. المقاتلين الخمسة تقبلوا إن أبوه يكون التنين مقاتل. تايجرس اللي عملت نفس اللي عمله تاي لونج تقبلت ده بصدر رحب. تقبلت إنها ما تكونش المختارة لأنها وثقت في حكمة أوجواي، زي الملائكة اللي سجدوا لآدم عليه السلام بدون تفكير، لأن هم واثقين إن الله لا يخطئ. إبليس ما كانش ملاك، إبليس كان من الجن، ولكن رغم كده هو زي ما قلت لك كان في مكانة عالية جدا وسط الملائكة. كان مجتهد، كان عابد، تاريخ طويل في الطاعة. يعني لو بصينا ليها بشكل بشري، إبليس كان عامل كل حاجة صح لحد اللحظة الفاصلة لما ربنا خلق آدم وقال الملائكة يسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. كلهم سجدوا إلا هو. ليه؟ عشان هو شاف نفسه أحسن. أنا خير منه، أنا أحسن منه، أنا أحق منه، أنا أولى بالمكانة دي. وهنا بقى النقطة اللي ناس كتير بتغفل عنها. المشكلة ما كانتش في إن إبليس اجتهد ولا في إنه كان قوي، المشكلة كانت في قلبه. ربنا لما اختار آدم كان شايف حاجة محدش غير شايفها، إني أعلم ما لا تعلمون. زي بالظبط لما أوجواي اختار بوه. إبليس ما قدرش يستحمل الحقيقة دي. ما قالش يمكن أنا غلط، ما قالش يمكن في حاجة أنا مش فاهمها. لأ، هو أصر. كبره كان أهم من طاعته. ولما اتطرد ما فكرش إن هو يتوب. ما قالش يا رب سامحني، قال لأ، لأغوينهم أجمعين. قرر ينتقم من الاختيار نفسه. وعلى الناحية التانية آدم نفسه عليه السلام غلط، أكل من الشجرة وخالف أمر ربه، وعصى آدم ربه فغوى. بس هنا الفرق الحقيقي، آدم ما تكبرش، ما بررش، هو اعترف ربنا ظلمنا أنفسنا وتاب. وهنا بقى لازم نقف لحظة، لأن التشابه مش مجرد في التفاصيل، التشابه في الجوهر ذات نفسه. تاي لونج قضى عمره كله بيجري ورا حلم، وإبليس قضى عمره كله في طاعة. الاتنين عملوا كل حاجة صح، بس في لحظة واحدة كل حاجة وقعت، عشان الاتنين ما استحملوش إن هما ما يتمش اختيارهم. تاي لونج قال أنا الأحق، وإبليس قال أنا خير منه. الجملة مختلفة بس المعنى واحد. أنا شايف نفسي أحسن، أنا شايف نفسي أولى، أنا شايف إن الاختيار ده غلط. وبداية السقوط كانت في كلمة أنا. على الناحية التانية بو وآدم عليه السلام الاتنين غلطوا. الاتنين ما كانوش كاملين، بس الاتنين كان عندهم حاجة واحدة مشتركة، التواضع. بو ما قالش أنا جامد، بو قال أنا ممكن أتعلم. وآدم عليه السلام ما قالش أنا مغلطتش، قال ربنا احنا ظلمنا نفسنا. وهنا الفرق الحقيقي، إن المشكلة عمرها ما كانتش فكرة إنك تغلط، المشكلة في رد فعلك بعد الغلط. هل هتتواضع وتستغفر ولا هتتكبر؟ هل هتتقبل إن في حاجة أنت مش شايفها، ولا هتصر إنك صح حتى لو أنت بتدمر نفسك؟ تاي لونج ما دمرش قرية بس، هو دمر نفسه الأول. وإبليس ما خسرش السجود بس، هو خسر مكانته وخسر نفسه. وفي الآخر القصة دي مش عن بو ولا عن تاي لونج ولا حتى عن آدم عليه السلام ولا عن إبليس، قصة عنك لما تحلم وتجري وتتعب وفي الآخر الحلم ما يخترقش. ساعتها هتعمل إيه؟ هتتقبل وتبدأ من جديد، ولا هتتكسر وتتحول لحاجة عمرك ما كنت عايز تبقى عليها؟ يمكن الاختيار الحقيقي مش إنك توصل، الاختيار الحقيقي لما ما توصلش. بس في حاجة إضافية، لو فاكر إن التشابه ده كان صدفة يبقى خلينا أصدمك بحاجة تانية. الجزء التاني من الفيلم بيكرر نفس الفكرة بس بشكل مختلف. اللورد تشين سمع نبوءة بتقول إن في محارب هيكون سبب في نهايته، محارب بالأبيض والأسود. فقرر يعمل إيه؟ قرر إن هو يقضي على الخطر قبل ما يكبر. راح للقرية بتاعت الباندا وكلهم قتلهم، ابتدى يقتل فيهم كلهم بدون أي تفرقة. أي حد ممكن يكون هو التهديد قضى عليه. ومن وسط الفوضى دي كان في أم بتحاول تنقذ ابنها، طفل صغير ملوش ذنب في أي حاجة.
حطيته في صندوق ورميته بعيد عشان يعيش. المشهد ده مش غريب عليك صح؟ لأن نفس الفكرة دي اتقالت قبل كده في قصة كلنا عارفينها، قصة موسى عليه السلام وفرعون. فرعون سمع نبوءة إن في طفل هيكون سبب نهايته، فقرر إنه يعمل نفس الحاجة، يقتل كل أطفال بني إسرائيل. ولكن في طفل واحد بس نجا واتحط في صندوق واترمى في المية عشان يعيش. وبشكل حتمي نفس الأفعال اللي كانت المفروض تمنع النهاية هي اللي صنعتها. اللورد تشين لما حاول يقتل الباندا هو اللي عمل البطل اللي هيقضي عليه، هو اللي ربى بنفسه الطفل اللي هيكبر ويهزمه. وهنا كانت الرسالة، انك احيانا وانت بتحاول تهرب من قدرك بتجري ناحيته وانت مش واخد بالك، وكل قرار بتاخده عشان تتفادى القدر ده بيقربك ليه اكتر. يمكن المشكلة ما كانتش في النبوءة، المشكلة كانت في الخوف منها، لان الخوف لما يمسكك بيخليك تعمل حاجات هي نفسها اللي بتدمرك. ومش عارف صراحة ايه فكرة كونفو باندا مع القصص الدينية، ولكن انا حاسس ان انا لو ركزت اكتر يمكن اطلع بحاجات تانية، يمكن المسيح الدجال طلع في القصة ولا حاجة وانا مش عارف. ولكن كفاية عليا تكفير من الناس لحد هنا. بس كده كان معاكم حسن فهد، سلام عليكم.